السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. غادي تشوفون معنا في الفيديو واحد الشباب كيتعداو على رجل جزائري وجزائريين ما كيحترموش الناس الكبار والناس لي بلوزاجي واللي عندهم سن كبير. شوفوا معايا الحالة اللي داروا ليه، حسبي الله ونعم الوكيل. هادشي علاش المغاربة احسن من الجزائريين. راح يقصر معاه، طاعن صاحبه قصر معاه شويه، وكي جا هابط كاين واحد زوج زنايق كيما ماشي كوفان، كاين واحد زوج زنايق هكا ضيقين، الحاج كان هابط من تماك جليساوات العباد. نقول لكم حاجه، هذوك العباد هذوك الثلاثه هذوك اللي جليساو والله غتخلصوها، ما تخلصوهاش هنايا، تخلصوها عند ربي سبحانه. هكذايا داولوا 3 ملايين للحاج، وليك ضربوه ليك عينه مسكين، ليك وضي لهم شو الحاج، وضي لهم. شوف نحيت شنو واضح الحاج، شوفوا مسكين شوف، وداولوا 3 ملايين. نقول لكم حسبي الله ونعم الوكيل فيكم، اللي تداولوا 3 ملايين هذو والله غير يروحوا لك دواء ان شاء الله، ان شاء الله يروحوا لك دواء. هكذايا هذه في باب الواد خاوتي، ماشي كوفا من الجهه الفوقانيه. ربي يهديكم والله، غير ربي يهديكم. انا هذا واش نقول لكم، بصح والله غتخلصوها هذوك العباد، والله غادي يخلصوها غاليه، ونجيبوكم باذن الله، نجيبوكم باذن الله. وبهذا كيبان ان الشباب الجزائري المهلوس اللي عطاوه الفنيد بزاف، قتلوا فيه الرجولة، قتلوا فيه المحنة، قتلوا فيه الحنان تجاه الناس الكبار. ولاو كلشي كياكلوا الفنيد، كياكلوا مخدرات الهلوسة وحبوب الهلوسة، وكيخرجوا يضربوا الناس الكبار والصغار. لا حول ولا قوة إلا بالله. الجزائريين كانوا معروفين شحال هادي باللطف ديالهم الكرم، ولكن من بعد الحق ديالهم المغاربة ومشاكل سياسية وسط البلد ديالهم وإتاحة مخدرات للشباب، ولاو الناس الكبار كياكلوا العصا. لا حول ولا قوة إلا بالله. عاش وطن، عاش الملكنا محمد السادس.